ازاي تخلي عضلاتك الياف. بس كتير مننا يعرف ان اليافنا نوعين بكل بساطه. عندنا الياف حمراء، الياف بيضاء. الحمراء بتكون بطيئه، البيضاء بتكون سريعه. معناته ان السريعه بتستجيب للتمرين السريع، البطيئه تستجيب للتمرين البطيء. كلنا نعرف ان الاشخاص جينات مختلفه. في جين يتميز بانه عنده الياف بيضاء اللي هي السريعه كتير، في جين تاني عنده الياف حمراء اللي هي البطيئه اكتر. هو كده عنده دي وعنده دي، ولكن في تفاوت. فاللي عايز اقوله ان ما ينفعش ان انت تستهدف نوع الياف واحد زي الالياف البطيئه اللي معظمنا بيستهدفها من غير ما يكون عنده خلفيه ان هو مستهدفها. لان عندنا في مصر نحب نعتل ونرفع اتقل وزن عندنا في كل تمرين، ولكن ده بيوقف التطور لان انت عندك الياف بيضه محتاجه تتطور. فعشان كده لازم نقلل وزن علشان نمرن الالياف البيضه دي. المطلوب منك ان انت تشتغل على جميع انواع الالياف، جميع انواع نظم الطاقه. يعني مش طول الشهر بتتمرن بوزن تقيل وعدات اقل، ومش طول الشهر تتمرن باوزان خفيفه وعدات اكتر او مجموعات اكتر. كان معاك زين. لو مهتم بالرياضه والعضلات اعمل لايك وفولو.